من جديد أهلا بكم أعزائي المشاهدين. نرحب بضيفة برنامجنا النهاردة الأستاذة الدكتورة فتحية بنت فوزية. لا حضرتك فوزية بنت فتحية. لا مؤاخذة لا مؤاخذة. نرحب كلنا بالأستاذة الدكتورة فوزية بنت أدرية. يا دي النيل يا جدع، انت ما قلنا فوزية بنت فتحية؟ ما خلاص يا ولية، انت هتتعصب علينا ولا ايه؟ ولا انت صدقت نفسك؟ بعدين بقى يا عم المخرج. يا جماعة 100 مرة أقول لكم أنا المنتج. منتج ولا مخرج في ليلتك المنيلة دي؟ إيه الجدع المذيع ده؟ يا عم حموكش يا عم حموكش، أبوس دماغك، خلينا نخلص من الحلقة المنيلة دي. عشان خاطرك بس يا عم المخرجين. يا عمي أنا المنتج مش المخرج. يعني مين اللي هيقبضني في الآخر؟ يا سيدي أنا اللي هقبضك، ارتحت كده؟ إذا كان كده ماشي. انطق بقى اسم الولية صح. ولية ايه يا راجل انت كمان بدل ما اجيلك؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا ست الكل، انطق يا عم اسم الدكتورة كويس. ايوه كده، رجالة ما تجيش غير بالعين الحمراء. وحياة امي لنفوخك بعد الحلقة. وبعدين خلاص خلاص. نرحب أعزائنا المشاهدين بالأستاذة الدكتورة فوزية بنت فتحية، العالمة المصرية في مجال الستات النكدية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أخويا. الله وكيل منورانا علولة. ربنا عالم باللي في قلبي. القلوب عند بعضها يا أخويا. خش في الموضوع. دكتورة فوزية، من خبرتك في مجال نكد الستات، هل نكد الستات وراثة ولا مهارة؟ ولو هي مهارة، هل هي مهارة مكتسبة ولا بالفطرة؟ لا طبعا مكتسبة. أفهم من كلام حضرتك إنها مهارة، بس مهارة مكتسبة. طبعا لأن الست بفطرتها جميلة ورقيقة. ما أنا واخد بالي. طب انت تعرف يا استاذ حموكشة، الستات دي من ارق الكائنات اللي موجودة على الكوكب. الست دي احلى حاجة في حياة الراجل. الست نص المجتمع. بس للأسف بتتعرض لظلم شديد. قول يا ستموني. الظلم ده بيغير البنية التحتية ويخلي الست نكدية. بنت فتحية عارفة البنية التحتية. لكل فعل رد فعل يا أستاذ حموكشة، الست مش هتنكد على الراجل من فراغ. ده اعتراف واضح وصريح من الدكتورة فوزية إن الست نكدية، ولكن هناك أسباب تدفعها للتنكيد على الرجل. صح كده يا مدام فوزية؟ اكزاكتلي، هو ده اللي أنا عايزة أقوله. طب ممكن مثال عشان نوضح للسادة المشاهدين وجهة النظر؟ ممكن طبعا. هضرب لك مثال بسيط هيوضح لك وجهة النظر. الست لما تسأل جوزها انت بتحبني ولا لا، او انا ايه بالنسبة لك، ده مش نكد، ده فقدت الثقة فيه. فقدت الثقة فيه ازاي؟ ممكن توضيح اكتر؟ ما هي لو حاسة بحبه ليها او بوجودها في حياته عمرها ما هتسأل السؤال ده. ايوه، يعني يقول لها ايه عشان تعرف انه بيحبها؟ دي حاجات تتحس ما تتقلش. وافرض طيب البعيدة ما عندهاش احساس، الراجل ذنبه ايه؟ ما هو لازم يأكد لها على الحب ده. ويأكد لها بقى ازاي ان شاء الله؟ ياخدها مرة يفسحها. مم، يجيب لها مرة هدية. مم، يشتري لها شوكولاتة من الغالية. ياخدها ويروح عند أهلها يومين كل أسبوع كده يعني. ويجيب لها خدامة بالمر. اقتراح جميل برضو، بحيث إنها تفضله. وتنكد عليه وعلى اللي جابوه. ما اسموش نكد يا أستاذ حموكش، ما تحسبهاش كده. ولا أحسبها ازاي يا أختي؟ ده حب. حب؟ أيوة. وهو يجيب وقت منين للحب؟ ما هي دي المشكلة يا أستاذ حموكشة. الراجل منكم يقعد على القهوة بالساعتين
يلعب بلاي ستيشن بال5 ساعات ويتصرمح هنا وهناك ويطلع فوق مش طايق يقعد مع مراته دقيقتين على بعض. فالست يا عيني مجبورة بتبقى عايزة تطلع كل اللي عندها في الدقيقتين دول. هتعمل ايه ما الوقت ضيق ومفيش اكسترا تايم؟ يعني من وجهة نظر حضرتك ان لو فتحنا الاكسترا تايم المشكلة ممكن تتحل؟ اه طبعا بنسبة كبيرة جدا. طب حضرتك افرض الراجل فتح الاكسترا تايم ومفيش اي نتيجة؟ للأسف كده مش هيبقى في حل تاني غير ضربات الجزاء. ربنا يستر. دكتورة فوزية بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت مشرفانا النهاردة ويا ريت ما تشرفوناش تاني. الشرف ليا يا أستاذ حموكشة، وإن شاء الله الحلقة الجاية يكونوا جابوا مذيع غيرك. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في أمان الله.